لو فقدت انسان عزيز عليك، اوعى ابدا تسمح للحزن اللي هيسبب لك احباط ان ده يسيطر على حياتك وتخلي حياتك شبه ان هي تقف وما تقدرش ان انت تكمل حياتك بطريقة افضل، لان بمنتهى البساطة هو ده اللي الشيطان بيشتغل عليه واللي بيعمل عليه علشان يحبطك وما يخلكش ابدا تعرف ان انت تحقق كل حاجة انت نفسك فيها. حبك للإنسان اللي انت افتقدته لازم دلوقتي يتحول لفعل. اعمل كل حاجة انت تقدر عليها علشان تحقق له اللي كان فعلا هو بيتمناه. هو ده صورة الوفاء، ان انت يبقى عندك وفاء ليه وتحس كأنه فعلا هو موجود ما بيننا، حتى لو كان فقد الحياة ولو كان دلوقتي هو مش موجود. اخلي ده دافع كبير جدا علشان ابسطه في المكان اللي هو موجود فيه. يعني لو حضرتك طالب ولسه احنا ورانا امتحانات، لازم تكمل بطريقة كويسة. انا عارفة ان الموضوع مش سهل، بس لازم تضغط على نفسك وان انت تكمل علشان تنجح وتتفوق، وان انت على الاقل تبقى حاسس ان انت كده مبسوط. ولو انت لسه في مجال شغلك، ما ينفعش تتكاسل عن شغلك وتقول ان انا مش رايح، انا خلاص انا عندي احباط علشان انا فقدت حبيبي اللي كان موجود معايا وكان بيساعدني ان انا اكمل حياتي. بالعكس، انت تعالى على نفسك في حاجات كتير علشان تبسط. ده حال الدنيا. افتكر حبيبك بكل دعوة ان شاء الله تعلي مكانه في الجنة. غير حياتك وخليك بسمة حب.